السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا النهارده بعض الاشكال من الدبابيس. انا كنت وريتكم في فيديو المشتريات بعض الاشكال اللي انا جبتها ان احنا ممكن نعملها دبابيس. كنت جايبه الحاجات دي من حارة المزين، من محلات متعددة، يعني ممكن من عند اولاد نزار او ممكن من اي محل بيبقى لاقي فيه قطع بلاستيك اشكالها حلوة، ممكن ان احنا نبدأ نلزقها دبوس. لان طبعا احنا بنشتغل برضو او يعني بنعمل الدبوس في شغلنا زي الاكسسوار. طب ايه هي الاشكال؟ انا كنت وريكم بعض الاشكال كقطع من البلاستيك، وازاي ان احنا او يعني ان احنا ممكن نعملها دبوس. فالنهارده هوريكم بعض الاشكال بعد ما عملناها دبوس، وانا قلت لكم ازاي نلزقها برضو. الاشكال اللي انا كنت وريتها لكم قبل كده، يعني انا وريتكم مثلا المجموعه دي كده، تمام. المجموعه دي كده مثلا فيها اشكال متعدده، يعني احنا عملناها دبوس زي الشكل ده كده. ده خلاص احنا عملناه دبوس اهو، ده شكل كبير، ده ينفع لجاكيت او ممكن نعمله بروش كبير كده لجاكيت او لشال. واحنا استخدمنا هنا وراه وعملناه، حطينا فيه الدبوس من ورا ولزقناه فيه. وطبعا استخدمنا نوع لزق كويس مستورد يكون ان هو شديد يمسكه وما يبقاش سهل ان هو يفك. تمام. ده شكل برضو من الاشكال الجديده اللي انا حبيت اوريها لكم. ده برضو قطعه كده، يعني القطعه دي ممكن نستخدمها كدبوس، ممكن نستخدمها بيستخدموها في العبيان وفي الملابس الجاهزه، برضو ممكن تتخيط او ان هي تتلزق عليها، واحنا ممكن نعملها دبوس. في برضو بعض الاشكال تانية برضو زي الشكل الاسود ده اهو، حلو برضو، شكله حلو جدا، شكله شيك، واحنا برضو لزقناه اهو بالشكل ده من ورا دبوس. تمام. في اشكال تانية زي الشكل اللي هي ورقه الشجر، شكل ورقه الشجر اللي هو اللي بيلمع ده. تمام. وعملناه برضو من ورا دبوس. وطبعا هو بيبقى سهل جدا في ان احنا نلزقه دبوس بلزق كويس وقوي، ويكون يعني المسافه هنا قد المسافه هنا، ويكون من حواليه نضيف وكويس كده، يعني ما نكونش احنا ملطشينه باللزق اللي احنا عاملين بيه. ده شكل برضو احنا ممكن نستخدمه دبوس، برضو شكله حلو. في نوع تاني برضو او شكل تاني اللي هو الشكل ده، شكله حلو جدا برضو، شكله يعني بيلمع كده وشكله حلو وينفع مناسبة وكدبوس، شكله حلو. ممكن نستخدم برضو اللي هو الشكل الفضي ده، ده شكل برضو فضي، واحنا لزقنا فيه برضو الدبوس من ورا، شكله حلو جدا برضو. دي برضو ورقة الشجر الفضي، او اللي هي بيبقى داخل فيها فتافيت السكر كده، بتبقى ان هي برضو تنفع مناسبة او حاجة. دي كلها افكار ممكن احنا نستخدمها او احنا ممكن نعملها دبوس. في برضو الشكل اللي هو ده برضو، ده احنا ممكن نعمله دبوس. ودي بعض الاشكال برضو، ده اللون البرتقاني برضو شكله حلو جدا وشيك برضو، وبرضو لزقناه دبوس بالشكل ده كده. في بقى اللون اللي هو ورقة الشجر ده، يعني مفهوش اللي هو الاستراس، يعني مط شوية، وبرضو لزقناه من ورق الدبوس بالشكل ده كده. في برضو اشكال تانية يعني برضو ممكن احنا نستخدمها كدبوس، برضو احنا يعني برضو ده اشكال تانية برضو ممكن احنا نستخدمها دبوس. ده بعد ما عملناه، ده الشكل ده كنت وريته لكم، كنت انا جبته من محل اولاد نزار الشكل ده كده، فاحنا جبناه برضو ولزقناه من ورا دبوس بالشكل ده. ده اللي هو اللون الابيض الجنجاه، حلو برضو. في برضو شكل تاني اللي هو الشكل اللي هو اللي بيلمع ده مدور برضو، واحنا لزقناه من ورا برضو اللي هو الدبوس الصغير، الشاسيه الصغير بالشكل ده كده. في بقى اشكال تانية، ده اللي انا كنت وريتكم من شويه، اللون البرتقاني بتاعه، ده اللون اللي هو البني برضو حلو جدا، واحنا ممكن نستخدمه كدبوس حلو برضو. في الوان تانية بقى زي اللون ده مثلا، ده اللون ده اللي هو الاخضر وفي رص كده بيلمع، كنت وريتكم من شويه اللون اللي هو الاصفر بتاعه، ده الاصفر بتاعه برضو، ده الاصفر بتاعه اخضر، يعني في فتافيت السكر من جوه بيلمع كده، واللي هو الاصفر بتاعه، وبرده كان في جميع الالوان انا جايباها، الاحمر وفي الوان تانية منه حلو برده شكله شيك وينفع مناسبه.
دي كلها بقى بعض النماذج للاشكال اللي احنا ممكن نجيبها ونعملها دبوس. ده برضو شكل حلو جدا، برضو في لمعة كده ودرجات الوان، احنا ممكن نعمله دبوس حلو برضو قوي اهو. ولزقنا من ورا الدبوس اللي هو الكبير عليه، لان طبعا القطعة دي كبيرة فاحنا استعملنا معاها الدبوس الكبير، فاحنا ممكن نستخدم الدبوس الصغير وممكن نستخدم الدبوس الكبير. هنا حبيت اوريكم برضو نماذج للاشكال دي كلها نفس اللون. طبعا الحاجات دي بقى احنا بنبدا نشوفها كده ونمسحها ونظبطها كده بحيث ان احنا هنبدا نحطها على الكارت. حابه برضو اوريكم شكلها بعد ما حطيناها على الكارت. ده الشكل بتاعها بعد ما نحطه على الكارت بتاعها. يعني بنحط كارت كده بيكون مقاسه مناسب مع الكيس اللي عندنا، وبنحط فيه الكارت 3 من نفس الشكل. ده مثلا ورقه الشجر اللي هو الفضي، ده اللون الاسود اللي انا صورته لكم من شويه، ده اللون الاسود دبوس برضو حلو وشكله جديد. ده اللون اللي هو البرتقاني بعد ما كيسناه وحطيناه بالشكل ده كده. وده اللون اللي هو الذهبي. وده اللون اللي هو الذهبي اللي انا قلت لكم من شويه، واللون بتاعه الاخضر يعني فيه فتافيت السكر كده او بيلمع. ده الشكل النهائي ليه بعد ما حطيناه في الكارت. ده اللون اللي هو البرتقاني برضو بعد ما حطيناه في الكارت. يعني بنبقى عندنا اشكال كتيره بقى منه اهو، ونتكرر كله واحنا بنبدا نحطه ونكيسه معانا كده بالشكل ده. تمام. ده بعض الاشكال للدبوس، ازاي ان احنا نبدا ان احنا نشكلها، وازاي ان احنا نبدا ان احنا بعد ما نخلصها ازاي نحطها في الكارت بتاعها. لان انا كنت وريتكم في المشتريات بعض الحاجات اللي انا جبتها ان احنا ممكن ازاي نعملها دبوس. دي الحاجات دي كلها ممكن ان احنا نستخدمها كدبوس، بتبقى شكلها حلو جدا وشيك برضو، ويعني بتبقى مميزة. مش اي حد يقدر ان هو يعمل الدبوس ده بالشكل ده. والقطعة دي برضو بتبقى مناسبة جدا شكلها شيك. وكمان اهم حاجة ان احنا نلزق بلزق كويس ومتين نكون مجربينه بحيث ان هو ما يكونش بيفك، لان طبعا انواع اللزق كتير، في منها القوي في منها اللي هو ممكن يفك بسهولة. اهم حاجة عندنا لزق يكون كويس جدا والقطعة ما بيفكش منها اللزق. فطبعا انصح ان احنا ما نستخدمش الشمع في اللزق، لان الشمع مع القطعه البلاستيك دي ما بيبقاش كويس، مع اقل حاجه بيفك او مع الوقت بيفك. لكن احنا بنستخدم له نوع مستورد، او ممكن نجيب نوع كويس جدا احنا مجربينه قبل كده في القطعه البلاستيك دي، لان طبعا في انواع كتيره، فاحنا بنشوف النوع اللي احنا اريح لنا في الشغل وان احنا حاسين ان هو كويس وشغله هيبقى كويس معانا، والشغل بتاعنا مش هيفك بسهوله، هيبقى جامد وهيعيش وقت طويل، نستخدمه. ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو. ولو عجبكم الفيديو واول مره تتفرجوا على القناه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.